أهلا بيكم في الحلقة رقم 41 من حلقات سينما مصر في القرن العشرين. وحلقتنا اليوم عن فيلم الصعاليك إنتاج 1985، وهو من إخراج وتأليف داوود عبد السيد. داوود عبد السيد من مواليد القاهرة سنة 1946، تخرج من معهد السينما قسم سيناريو سنة 1967، ودي تعتبر دفعة مميزة جدا في تاريخ معهد السينما، ضم داوود عبد السيد وعلي بدرخان وخيري بشارة وعادل منير. داوود ابتدى حياته كمساعد مخرج ليوسف شاهين وكمال الشيخ وممدوح شكري. بعد كده اتجه وعمل عدد من الأفلام التسجيلية، منها وصايا رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم، وفيلم العمل في الحقل، وفيلم عن الناس والأنبياء والفنانين عن الفنان التشكيلي حسن سليمان. وكان مخرج أفلام تسجيلية مميز جدا. وداوود عبد السيد من ضمن شلة الأصدقاء اللي هي كانت مهمة جدا في جيل تيار سينما الثمانينات، اللي كان فيها محمد خان وعاطف الطيب وخيري بشارة ونادية شكري وبشير الديك. داوود كان عضو معاهم في المجموعة ديت، وهو عضو مهم جدا في وسطهم. وداوود في ملحوظة هامة عنه، انه مخرج مؤلف، مخرج بيكتب سيناريوهات افلامه، وده بيديله مكانة مميزة وسط مخرجين السينما المصرية، وقليلين اللي كان عندهم الحكاية ديت. وهو كاتب سيناريو شاطر جدا جدا جدا، موهوب، وفي نفس الوقت مخرج متمكن وموهوب. وده بيخلينا قصاد نموذج وحالة خاصة في السينما المصرية. وكمان داوود مخرج دايما في أفلامه عنده وجهة نظر بيعرضها، وجهة نظر اجتماعية سياسية فلسفية، دايما عنده وجهة نظر في أفلامه، وده بيبان جدا في فيلمه الأول الصعاليك، وده موضوع حلقتنا اليوم. الصعاليك فيلم فيه سيناريو قوي جدا جدا، ومعمول بحرفة وتمكن كبير. يعني نقدر نقول ان البطل في الفيلم ده هو السيناريو. والصعاليك فيلم نقدر ناخده من كذا زاوية. اول زاوية ان هو فيلم بيحمل وجهة نظر سياسية واجتماعية في سياسات الانفتاح الاقتصادي، وفي تحليل لطبقة الأثرياء الجدد اللي طلعت في المجتمع المصري نتيجة هذه السياسات. وممكن نشوفه من زاوية أخرى، إنه فيلم بيتكلم عن الصداقة. الصداقة تيمة حلوة في السينما، واستغلت في أفلام كتير. فكرة الصداقة كعلاقة إنسانية فيها وفاء، فيها تضحية، فيها مشوار حياة بين اتنين، وأحيانا يحصل تدب فيها تضارب مصالح ومنافسة تقود إلى الصدام. وده بنشوفه في الصعاليك. يعني احنا بنشوف اتنين أصدقاء بينهم مشوار حياة طويل، وفي الآخر بتحصل مشاكل وصدامات بينهم تقود إلى نهاية مأساوية. السيناريو في الصعاليك هو سيناريو بيعتمد على أسلوب السرد التقليدي، في بناء شخصيات محكم جدا. عندنا شخصيتين، مرسي وصلاح. مرسي بيمثل العقل والذكاء والطموح، وصلاح بيمثل العاطفة. وهما اتنين صعاليك مشردين. مرة بنشوفهم بلطجية، مرة بنشوفهم شايرين، مرة بنشوفهم نصابين. السيناريو بيوضح لنا التناقض ما بينهم، بين ان واحد بيمثل
العقل والطموح والذكاء، والتاني بيمثل العاطفه لما يتقابلوا مع شخص في الشارع ويشتمهم ويقول لهم انتوا صعاليق. في الاول هم ما بيفهموش الكلمه دي، وقفوا واحد من المره ويسالوه على الكلمه، ولما يعرفوا انها شتيمه بيروحوا بيضربوا الراجل ده. بعد كده بعد ما بيضربوه وبيضحكوا بنلاقي مرسي بيقول لصلاح على فكره الراجل ده عنده حق، احنا صعاليق ولازم نغير ده في حياتنا، لازم نبقى اغنياء. المشهد ده بيوري لنا الفرق بين مرسي وصلاح، وفي نفس الوقت المشهد ده مشهد مهم جدا لانه بيبين لنا تغير في الاحداث هيحصل في الفيلم. نتامل في بناء شخصيه مرسي، وقلنا ان هو بيمثل العقل والذكاء والطموح. فبنشوفه مثلا ان هو لما بيدخل السجن بيخرج منه بيقول لصلاح ان اللي دخل السجن عشان سرق ده سرق 20 مرة واتقبض عليه في المرة ال21. غلطته مش انه سرق، لكن غلطته انه معرفش يوقف امتى، وان عليهم انهم يعملوا عملية واحدة، عملية تهريب يساعدوا فيها يقدروا يجنوا من خلالها مبلغ كبير يستغلوه انهم يكونوا ثروة، وفعلا بيعملوا ده. وبعد كده بنشوف مرسي هو الشخص اللي دايما بيفكر وصاحب المبادرة. يعني هم بقوا اصحاب لواري بيشتغلوا في الشحن، لكن يقول له لا احنا لازم نبقى تجار ونبقى مستوردين. بعد كده هو اللي لازم يقول له احنا دلوقتي لازم نتعلم قرايه وكتابه ونتعلم لغات عشان نطور نفسنا. وبنلاقي ان مرسي هو اللي بيفكر ان هو يدخل في السياسه ويعمل دور اجتماعي ويعمل تبرعات ويبقى عضو مجلس شعب ويشارك شخصيات مهمة. وفي نفس الوقت بنشوفه مثلا وهو بيتعامل مع ابنه، ان هو بيقول لابنه ان هو اصبح غني علشان هو كان عاوز انه يبقى غني، وانه هو لو عاوز حاجة لازم يحققها، وكل اللي يبقى يتمناه او يعوزه لازم ينوله. دي القيمة اللي بيحطها في ابنه، شخصية مرسومة ومكتوبة بعناية شديدة وواضحة جدا من داوود عبد السيد. ومعانا شخصية صلاح. إذا كان مرسي بيمثل العقل فصلاح بيمثل العاطفة. العاطفة دي هي اللي بتخليه إنه عنده استعداد إنه يضحي عشان صديقه، وفي نفس الوقت بتخليه إنه هو يرفض فكرة مرسي ويتحفظ على إنهم يشاركوا رجل أعمال كبير جدا صاحب نفوذ عشان هم هيبقوا أضعف منه. لكن التغير الحقيقي اللي بيحصل في شخصية صلاح هي علاقته بمنى، إن هو بيتعرف على بنت اسمها منى، والبنت دي من طبقة مختلفة عنه، وهي بنت أرستقراطية، أبوها أستاذ في الجامعة، بنت مثقفة متعلمة معروض عليها بعثة، بيعجبوا ببعض، بتحصل بينهم علاقة قصيرة، لكن منى بتنهي العلاقة دي نظرا للاختلافات اللي ما بينهم. دي بتشكل هزة عند صلاح، لأنه صلاح بيكتشف شيء معين لما العلاقة دي بتنتهي، بيكتشف إن الفلوس مش كل حاجة، ما تقدرش تخليه ينال كل حاجة هو عاوزها. دي عملت فرق كبير عند صلاح ولعبت دور كبير في الأحداث اللي هتحصل. في نفس الوقت اللي علاقته بمنى بتنتهي وبيوصل لقناعة معينة إن الفلوس ما بتقدرش تعمل له كل حاجة، بيحصل صدام بين مرسي وصلاح وشريكهم الرجل القوي صاحب النفوذ. صلاح ومرسي بيختلفوا، صلاح شايف مرسي شايف انهم لازم يبقوا مرنين في التعامل مع الراجل ده، صلاح شايف لا، انهم لازم يصطدموا بيه، وان الفلوس مش كل حاجة، الفلوس مش لازم تخليهم ضعفة. وبيقول له ان زمان لما كان حد بيتعرض لنا او بيضربنا احنا كنا بنقف قدامه،
ما كناش بنقبل ان احنا ننضرب، لو حد شتمنا كنا بنضربه ويستشهد بالراجل اللي قال لهم يا صعاليق. لكن مرسي شايف غير كده، شايف ان في اعتبارات وحاجات لازم يعملوها وحسابات معينه. وهنا بتضح الفرق الكبير اللي بين مرسي وصلاح، او الفرق اللي حصل دلوقتي. بالنسبه لمرسي الفلوس هي كل شيء، لكن بالنسبه لصلاح الفلوس مش كل حاجه، مش هي الحاجه اللي هم لازم يعني يعملوا حسابها في كل شيء، مش هي اللي بتحقق لهم كل حاجه. ده فرق كبير جدا جدا. الشخصيتين مرسومين صح قوي وبتمكن هايل، والعلاقه بينهم برضو مرسومه كويس جدا. وعندنا شخصيه صفيه اللي هي مرات مرسي. صفيه بياعة شاي، بتشتغل بياعة شاي في موقف سواقين، بتتعامل مع رجاله وبتتعامل معاهم بقوه، واقفه ست واقفه وسط رجاله سواقين ليهم طبيعه خاصه، لكن في نفس الوقت واقفه وسطيهم، شخصيه قويه وبتكافح بتعافر في الدنيا. بتتجوز مرسي من وقت فقره وتفضل معاه لغايه ما يبقوا من كبار الاثرياء. وفي نفس الوقت شخصيه فيها قوه، وفي نفس الوقت هي شخصيه قادره على تجاوز اخطائها بعمليه شديده جدا. هي في الاول مثلا بتغير من صلاح لان جوزها بيقضي معاه وقت طويل جدا، وقت كتير، هي رافضه الحكايه دي. لكن وجوزها في السجن وفي لحظه ضعف انساني تدخل في علاقه حميمه مع صلاح. ازاي بعد ما بتحصل الحكايه دي بتتكلم معاه، وازاي بتشرح له اللي حصل بشكل يقدروا يتجاوزوه. شخصيه صفيه شخصيه مختلفه، ما بنلاقيش نماذج زيها في السينما المصريه. ولما مثلا مشهدها وحوارها مع مرسي قبل مواجهته مع صلاح، كلامها معاه ومعرفتها طبيعة العلاقة بين صلاح ومرسي، ومعرفتها ان المواجهة دي ممكن تؤدي ليه. شخصية مكتوبة كويس قوي 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 قوي. يعني نقدر نقول ان هو الشخصيات مرسومة ومبنية صح. في نفس الوقت لازم نركز على العلاقات قوي. يعني عندنا علاقة مرسي بصلاح وما يحدث فيها وما يمر به. علاقة صلاح بمنى دي علاقة مهمة جدا، لأن اللي بيحصل فيها بيؤدي لتغيير كبير في الأحداث. وبنشوف نظرة مرسي لعلاقة منى بصلاح، وازاي ان هو بينفر من منى، وان العلاقة دي بتخوفه لأنهم من عوالم مختلفة، هي مش من العالم بتاعهم، شاف انها كيان دخيل وممكن يأثر على صلاح وتأثيرها قوي عليه، وده تهديد له. العلاقات مرسومة بمهارة شديدة، والحقيقة ان احنا قصاد سيناريو رائع مكتوب بعناية شديدة جدا جدا وبحرفة عالية. داود عبد السيد عمل سيناريو قوي للغاية. بالإضافة لجودة السيناريو، داود عبد السيد عمل ميزون سين هايل في الفيلم ده، عمل حركة كاميرا وممثلين رائعة. هنلاقي ان اغلب المشاهد في الفيلم ده عبارة عن لونج شوتس، لقطات واسعة كبيرة او لقطات متوسطة فيها الممثلين بيتحركوا والكاميرا بتتحرك معاهم. وداود اشتغل على مشاهده كلها كويسة. كان عندنا مشاهد خارجية كتير كانت معمولة حلو باللقطات الواسعة والحركة فيها، ونقدر نقول ان جودة المشاهد الخارجية جاي من تجربة داود عبد السيد في الافلام التسجيلية. عندنا مشهد كويس قوي، هو مشهد داخلي ما بين صلاح وصفية لحظة بعد العلاقة الحميمة اللي حصلت بينهم.
المشهد ده لقطة واحدة طويلة، مشهد وان شوت. وياما اتكلمنا في حلقات سابقة على مشاهد الوان شوت وازاي انها مشاهد مش سهلة. عندنا كادر واسع، لقطة لونج شوت، كادر واسع في أوضة. صلاح في مقدمة الكادر قاعد على السرير في حالة من الألم وتأنيب الضمير من اللي عامله. صفية وراه في خلفية الكادر، هو قاعد وهي واقفة وبتتكلم وبتتحرك حركة في وسط الكادر، والكاميرا بتتحرك ببساطة معاها. الكاميرا وهي بتتحرك محافظة على الكادر زي ما هو، إن صلاح في المقدمة وصفية في الخلفية. الكلام ده بيحصل في مونولوج حواري طويل جدا، وهي بتشرح له اللي حصل وازاي تجاوزوه. ولما بتيجي بتقعد على السرير تبقى قاعدة ورا صلاح، محافظين على ان صلاح في المقدمة، صلاح في الفور جراوند مقدمة الكادر. الكاميرا بتطلع لفوق شوية عشان تحافظ على الكادر الواسع، لانه لو الكاميرا ما اتحركش فوق شويه هيبقى اللقطه ميديم، لكن هو عايز يحافظ على الكادر الواسع فطلعها فوق شويه. المشهد ده اتاخد وان شوت ليه؟ اول حاجه علشان يحافظ على الاسترسال في اداء يسرى في المشهد، ويحافظ على ايقاع الاداء. مش عايز يقطعك، مش عايز يقطع، يعمل اي كت في النص ممكن يعمل قطع في الاسترسال في المشهد ده، وده مشهد مهم جدا. فداود عمله بمعلمة، وفي نفس الوقت حوار مكتوب كويس قوي، وحركة كاميرا هايلة، وأداء مميز جدا من يسرى. أسلوب المشاهد اللي فيها لقطات واسعة وان شوت ده داود عبد السيد استغله في أكتر من مشهد في الفيلم ده. يعني عندنا مشهد بين صفية ومرسي قبل المواجهة مع صلاح، لقطة واسعة كبيرة جدا، لونج شوت واسع. مرسي قاعد على كرسي في ناحية من الكادر، و صفية قاعدة على كرسي في مواجهته بس في الجانب الآخر من الكادر. تكوين حلو يورينا إن الاتنين وجهات نظرهم بعيدة. الكاميرا بتبتدي موجودة جايباهم في اللقطة الواسعة دي، وتبتدي صفية تتكلم. صفية بتتكلم، بتشرح العلاقة بتاعتها مع مرسي وقوة العلاقة دي ومتانتها وصمودها طول الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت بتنقل من علاقتها بمرسي لعلاقة مرسي بصلاح، وإنها علاقة مهمة ولازم يحافظ عليها وما يتخلاش عنها أبدا. طول الكلام والمونولوج الطويل اللي بتقوله صفية، الكاميرا بتدخل عليها زوم وبالراحة جدا جدا جدا، لغاية ما في آخر المشهد بتبقى لقطة كلوز قريبة من المشاهد. برضو هو استغل الاسلوب ده عشان يحافظ على الاسترسال في المشهد، ويحافظ على ايقاع الممثلين، وما يعملش كات ممكن يشتت تركيز المشاهد لحظة واحدة. كررها تاني وبيعملها مرة تالتة في مشهد بقى حلو قوي، مشهد جوه فيلا صلاح. صلاح بيدخل الفيلا بتاعته بيلاقي مرسي مستنيه. الاول احنا بنشوف كادر واسع كالعاده، كادر الواسع بتاعنا اللي بيستخدمه داود. صلاح داخل من الباب، في منتصف المسافه مرسي قاعد،
صلاح بيمشي بيتحرك، الكاميرا ثابته، الكادر ثابت، بيمشي وبيتحرك ويبقى في مقدمه الكادر ويبتدي يتكلم عن الموقف اللي هم فيه. وفجاه بنلاقي مرسي واقف في نص الكادر في الخلفيه، بيسمع صلاح وهو بيتكلم ويتبادل معاه الحديث. وبعدين فجأة بنلاقيه بيتحرك وبيبقى في مقدمة الكادر مع صلاح وبيتكلموا مع بعض. مشهد وان شوت طويل، في حوار عالي جدا جدا جدا، في اداء من 2 ممثلين كبار قوي، نور الشريف ومحمود عبد العزيز. وبرضه داوود عبد السيد بيعمل وان شوت عشان عاوز يحافظ على حاله معينه، ما يشتتناش لحظه واحده، ويحافظ على الاسترسال في المشهد وايقاع الممثلين الاثنين. فعمل الكلام ده وان شوت. الاسلوب ده يعني هو اصلا احنا قلنا قبل كده ان مشهد الوان شوت مشهد بيبقى صعب والمخرجين ما بيلجأولوش. لا، ده داوود عمله 3 مرات، اكتر من مره في الفيلم. وزي ما يكون ان احنا قصاد مخرج هو اعتمد على اسلوب معين هينتهجه في الفيلم، تكنيك معين انا هشتغل بيه. مخرج عارف هو بيعمل ايه كويس قوي، فاهم، مخرج كبير عامل لنفسه خطه، انا همشي الفيلم ده ازاي، وحركه كاميرتي هتبقى ازاي، والميزون سان حركه الكاميرا الممثلين هيبقوا ازاي، وهوجه ممثلين في مشاهد وان شوت ازاي. لا، مخرج كبير قدامنا. فاحنا قصاد في الصعاليق هو عمل يعني حركه كاميرا ممثلين رائعه، استخدم اسلوب صعب جدا زي الوان شوت واستخدمه بمهاره وتلقائيه وحرفه عاليه جدا جدا. وفي نفس الوقت يعني فكره اللقطات اللي الكاميرا بتتحرك فيها مع الممثلين اللي كررها كتير كانت بتدي المشاهد حيويه قوي قوي قوي. لا، داوود في الفيلم ده كان يعني تقيل. عندنا مشهد نهايه جميل جدا. مشهد نهايه بعد ما مرسي بيقتل صلاح، هو واقف في مواجهه البحر بيبص على البحر. هنلاحظ ان كلوز اب، لقطه قريبه على وشه، هو بيفتكر الماضي كله وعلاقته بصلاح، وبنسمع الصوت، صوت كلامه مع صلاح وقطع. وبنرجع لمشهد من الماضي لما الراجل قال لهم يا صعاليق وراحوا يضربوه. بعد ما ضربوه كانوا ماشيين بيضحكوا في حاله مرح شديده. لقطة حلوة قوي ونهاية جميلة. بعد ازاي البداية تورينا ازاي كانت بداية الاتنين دول وازاي كانت نهايتهم. والحقيقة ان المشهد ده فكرني بمشهد النهاية في الأب الروحي الجزء الثاني، لما مايكل كورليوني بعد قتل اخوه قاعد على كرسي والكاميرا كلوز اب عليه، وبنشوف قطع لمشهد من الماضي، فلاش باك، بيشوف فيه قد ايه كان مثالي وقد ايه هو الدنيا اتغيرت معاه. هل كان داوود عبد السيد متاثر بفرانسيس فورد كوبولا ومشهد النهايه في الاب الروحي؟ الله اعلم. ونيجي لاداء الممثلين. عندنا يسرى في دور صفيه. يسرى في الصعاليق مختلفه غير تماما يسرى اللي ممكن نشوفها في افلام اخرى. دور مختلف تماما، شخصيه مختلفه تماما. ويسرى أدائها منطلق قوي، عندها مشاهد رائعة. مشهد بعد الخيانة مع محمود عبد العزيز، مشهد مع نور الشريف وهي بتكلمها عن علاقته بصلاح. المشهدين دول كانوا هايلين جدا، وبتعمل مشاهد وان شوت، عملت مشهدين وان شوت فيهم مونولوجات طويلة بحرفة عالية وباسترسال. يسرى في الصعاليق حاجة تانية. اللي ما شافش يسرى يتفرج على يسرى في يعني
اللي ما شافش يسرا في الصعيدي يبقى ما شافش يسرا. دور من افضل ادوارها، ممكن نعتبر يسرا في الصعيدي ده افضل ادوارها. ودلوقتي نيجي لاداء الاثنين الممثلين النجمين الكبار، نور الشريف ومحمود عبد العزيز. نور كان هايل، المشاهد اللي بيعبر فيها عن طموحه، نظرات عينيه، نبرة صوته، المشهد اللي مع منى وهو نافر منها وبيكرهها، وطريقة كلامه معاها رغم انه يتظاهر بالود، هايل. مشهد مواجهته مع صلاح، لما مثلا صلاح بيقول له انه يمتلك وثائق وممكن يكشفها، الكلوز اب اللي عليه، القلق اللي بيبان في عينيه، كان يعني رائع. الكلوز اب اللي في الاخر بعد قتله لصلاح، اداء فيه خبره وفيه حرفه عاليه جدا جدا. ونور الشريف ممثل يعني اهم ما يميزه هي حرفته العاليه، ممثل بيمثل زي ما بيقول الكتاب. نيجي لمحمود عبد العزيز في شخصيه صلاح. محمود عبد العزيز اداؤه فيه موهبه وفيه تلقائيه شديده، وده كان متناسب جدا مع شخصيه صلاح العاطفي. في فرق بين اسلوب محمود عبد العزيز كممثل واسلوب نور الشريف كممثل. واحد اسلوبه محمود بيعتمد على اداء فيه نوع من الموهبه ونوع من التلقائيه، وده بيتناسب جدا مع شخصيه صلاح العاطفيه. بينما نور اداء في خبره، في حرفه عاليه قوي، في صنعه، وده متناسب جدا مع شخصيه مرسي اللي هي شخصيه عمليه جدا وعقلانيه للغايه. الاختلاف بين اداء الاثنين دول كان مناسب للشخصيتين وخلق كيمياء وانسجام ما بينهم. ودي حاجه يعني تبين لك مثلا ان داوود عبد السيد بيفهم قوي في اختيار ممثلين. مشاهد محمود كانت رائعه، مشاهد الحب اللي بينه وما بين منى، تعبيرات وشه في مشهده مع يسرا بعد لحظه الخيانه، المشاهد اللي فيها مواجهه بينه وبين مرسي، مشاهد كانت حلوه وهو بيأدي بموهبه وتلقائيه عاليه قوي 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 قوي. الحقيقه ان اختيار داوود عبد السيد للممثلين وتوجيهه وادارته للممثلين في الصعاليق يدرس. الصعاليق فيه عناصر فنيه مميزه جدا، منها موسيقى راجح داوود في بداياته، وراجح داوود بعد كده يعني مؤلف موسيقى تصويريه كبير. الصعاليق كان من بداياته وهي بدايه رائعه، موسيقى تصويريه معبره جدا ومتوظفه صح. ومعانا الديكور بتاع أنسيا بوسيف. ديكور أنسيا بوسيف ديكور معبر، في نفس الوقت هو منح حرية لداوود عبد السيد انه يعمل حركة الكاميرا وحركة الممثلين اللي عايزها. وعندنا مونتاج نادية شكري العظيمة اللي ظبطت لنا ايقاع الفيلم، وتصوير محمود عبد السميع. محمود عبد السميع عمل صورة فيها إضاءة حلوة، وفي نفس الوقت قدر محمود عبد السميع انه يعمل لنا حركة كاميرا حلوة مظبوطة بتدي حيوية للمشاهد بتاعة الفيلم. والحقيقة ان الصعاليق يعتبر بداية رائعة لمخرج كبير وهو داوود عبد السيد، وهو تحفة منسية له. يعني الحقيقة ان الصعاليق فيلم مش واخد حقه،
ناس كتير ما اتفرجتش عليه، يعني فيلم يعني اتظلم ان هو مش واخد حقه بما يكفي رغم تكامل العناصر اللي فيه. يعني احنا عندنا سيناريو رائع متكامل، عندنا تصوير وحركة كاميرا هايلة، موسيقى تصويرية رائعة، مونتاج مميز، أداء ممثلين مفيش بعد كده. وفي نفس الوقت ان الفيلم بيحمل وجهة نظر سياسية واجتماعية في سياسة الانفتاح وطبقة الأثرياء الجدد اللي نتجت من سياسة الانفتاح. وفي نفس الوقت هو فيلم نبص له من وجهة نظر أخرى، فيلم عن الصداقة كعلاقة إنسانية رائعة، مشوار حياة بين اتنين في الآخر بيحصل فيه تضارب مصالح ويؤدي إلى نهاية مأساوية. قصة إنسانية ننفعل معاها. فلو أنت عايز فيلم بيتكلم على صداقة ومشوار حياة بين الاتنين والاتنين يعني بيقلبوا على بعض، هتنبسط قوي بالحدوته. لو انت بتدور على فيلم فيه وجهه نظر سياسيه بيتعرض لسياسه اقتصاديه معينه وتاثيرها على المجتمع المصري وطبقه جديده ظهرت في المجتمع، هتلاقي ده في الصعاليق. ودي حاجه مش سهله، دي حاجه عايزه مخرج كبير قوي. وفي نفس الوقت الاسلوب اللي عمله داوود عبد السيد في الفيلم، اعتماد على مثلا حاجات زي مثلا اللونج شوت والمشاهد الوان شوت. لا، عندنا مخرج عارف بيعمل ايه كويس، فاهم بيعمل ايه، حاطط لنفسه اسلوب. فدي حاجات قليله لما نلاقيها في فيلم في السينما المصريه. عشان كده الصعاليق فيلم مهم وتحفه من تحف السينما المصريه. طيب بعد كده داوود عبد السيد عمل ايه؟ عمل لنا تحفتين. عمل لنا البحث عن سيد مرزوق والكتكات، وبعد كده عمل لنا كان لقائه مع فاتن حمامة في أرض الأحلام، وعمل لنا سارق الفرح، وبعد كده عمل لنا مواطن ومخبر وحرامي، الفيلم اللي فيه رؤية سياسية متفردة. وقبل كده نسيت عمل تحفته أرض الخوف مع أحمد زكي، وعمل كده فيلم لطيف جدا وجميل جدا هو رسائل البحر. واخيرا قدرات غير عاديه. داوود عبد السيد مخرج كبير قوي من مخرجين السينما المصريه، وربنا يديله الصحه وطولة العمر، ونتمنى ان احنا نشوفه في افلام قادمه، لان داوود عبد السيد من مخرجينا الكبار، وهو اقدر اقول هو المخرج الكبير اللي فاضل لنا. ربنا يديله الصحه، والى اللقاء في الحلقه القادمه، وما تنسوش الاشتراك في القناه.